رقم واحد خدنا التكاثر بالانشطار الثنائي، وخدنا التكاثر بالتبرع زي فطر الخميرة أو الهيدرا أو الإسفنج. ورقم ثلاثة خدنا التكاثر بالتجدد زي نجم البحر، وقلنا إن لو قطعنا ذراع من الأذرع بتاعته لازم يبقى فيها حتة أو جزء من الكرس الوسطي، ساعتها هينمو إيه؟ لكائن جديد. ما فيهاش كرس وسطي فمش هتنمو. تمام. وخدنا التكاثر بالجراثيم او الابواق، هي زي فطر عفن الخبز او فطر عش الغراب. ورقم خمسة والاخيرة خدنا التكاثر التكاثر الخضري زي اللي بيكون في البطاطس، سواء في الساق او الجذر او الاوراق. ده الطبيعي، تكاثر خضري طبيعي. وقلنا في تكاثر خضري صناعي، الانسان هو اللي اخترعه، هو اللي بيعمل على تفعيله. واحدثها زراعة الانسجة النباتية. ده اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. لو في اي حاجة صعبة او في حد في جزئية سقطت منه هو بيذاكر او كده، يقولي ونعيدها تاني قبل ما نبدأ في الجزء بتاع النهاردة. ولا تمام نبدأ؟ لو ما ساكتين يعني نبدأ، ماشي. هنشرح شوية، وبعد كده عايزين بقى نحل شوية أسئلة كده على الدرس اللي فات، ونخلي الدرس ده الحل عليه المرة الجاية إن شاء الله. فيلا نبدأ. عندنا تاني نوع من التكاثر، احنا خدنا التكاثر اللاجنسي او اللا تزاوجي. النهارده هناخد التكاثر الجنسي او التكاثر التزاوجي، ودي اخر جزئية في منهج العلوم بتاع الترم الاول. بيقول لي يحدث التكاثر الجنسي في اغلب الكائنات الحية الراقية. يعني ايه راقية؟ يعني عديدة الخلايا، جسمها بيتكون من خلايا كتير. طيب، خصائص التكاثر الجنسي، احنا كنا واخدين خصائص التكاثر اللاجنسي المرة اللي فاتت. حد فاكر اللاجنسي كان بيتم عن طريق كام فرد؟ اللي فاكر يقول. كان حي فرد واحدة واحد. بس. فرد واحد، برافو. التكاثر اللاجنسي فرد واحد. عكس الجنسي، الجنسي بيقول لي يتم عن طريق فردين من نفس النوع، إحداهما مذكر والآخر مؤنث، اسمهما الفردين الأبويين اللي هما الأب والأم. يبقى التكاثر الجنسي بيحدث بين فردين، ذكر وأنثى، ولازم يبقوا من نفس النوع. يطلق عليهما الفردين الأبويين اللي هما الأب والأم. يتم بواسطة أجهزة وأعضاء تناسلية متخصصة. يعني لازم الكائن الحي الراقي ده يكون وصل لمرحلة البلوغ، والأجهزة والأعضاء التناسلية اكتمل النمو بتاعها. على عكس التكاثر اللاجنسي يا يوسف اللي خدناه الحصة اللي فاتت، كان بيقول لي لا يحتاج إلى أجهزة متخصصة، مش شرط يحتاج لأجهزة متخصصة. طيب، ده بيعتمد طبعا على حدوث الانقسام الانقسام الميوزي. طالما تكاثر جنسي يبقى انقسام ميوزي، على عكس التكاثر اللاجنسي كان انقسام ميتوزي. بيقول لي يعد التكاثر الجنسي مصدرا للتغير الوراثي. انما يا مصطفى التكاثر اللاجنسي بتاع الحصة اللي فاتت ما كانش فيه تغير وراثي، كان الابناء بيبقوا شبه الاب بالملي، كانوا بنفس شكل الاب، ما فيهوش تغير وراثي. انما التكاثر الجنسي ليه تغير وراثي. يبقى نقول الاربع خصائص بتاع التكاثر الجنسي تاني: يتم عن طريق فردين من نفس النوع، ذكر وانثى. يتم بواسطة أعضاء وأجهزة تناسلية متخصصة. يعتمد على حدوث الانقسام يا ولاد؟ الانقسام الميوزي. ويعد التكاثر الجنسي مصدرا للتغير الوراثي. طيب، بيقول لي اشرح مع التفسير لحدوث ظاهرة العبور أثناء الانقسام الميوزي عند تكون الأمشاج، كما أن النسل الناتج عنه يجمع يجمع صفاته الوراثية من فردين أبويين مختلفين، وليس من فرد أبوي واحد كما في التكاثر اللاجنسي. بيقول لي لحدوث ظاهرة العبور. ليه هنا؟ ده إجابة للسؤال رقم 4. بيقول لي ليه يعد التكاثر الجنسي مصدرا للتغير الوراثي؟ اشرحها مع التفسير. هقول له لأن في ظاهرة عبور بتحصل اللي احنا خدناها أثناء الانقسام ميوزي، لأن ده تكاثر جنسي عند تكون الأمشاج. حد فاكر ظاهرة العبور دي؟ فاكرها يا مصطفى؟ فاكر عن ظاهرة العبور اللي خدناها؟
بس اللي هي بتتكون من هي المجموعة الرباعية، وإن في اللي برافو. بتكون من الصفين، ومثلا كل في حتة يعني كل واحد بيديه الجزئين يعني الداخل الكروماتيدين أي. الداخليين كانوا بيلتفوا، صح، والاجزاء الملتفه كانت بتتنقل، ده بيدي جزء لده وده بيدي جزء لده. برافو. يبقى هنا لما يجي يسالني ليه التكاثر الجنسي مصدر للتغير الوراثي، هقول له بسبب حدوث ظاهره العبور اللي غيرت في شكل الكروموسومات، فخلت الابناء اللي اتولدوا بقوا فيهم حاجات مختلفة عن الأب والأم. يبقى لحدوث ظاهرة العبور أثناء انقسام ميوزي عند تكون الأمشاج. بيقول لي كما أن النسل الناتج، فاكرين يا أولاد التكاثر اللاجنسي مش هو كان فرد واحد بس زي انتم ما قلتوا في أول الحصة؟ فعشان كده الابن اللي اتولد كان شبهه بالظبط، مفيش غير هو فرد. انما في الجنسي بتاع النهارده احنا قلنا بيتكون من كام فرد؟ فردين، ذكر وانثى. فالشخص اللي بيتولد بياخد الصفات بتاعته من الفردين دول، بياخد شويه من الاب اللي هو الذكر، وبياخد شويه صفات من الايه الام اللي هي الايه الانثى، وليس من فرد ابوي واحد كما في التكاثر الايه اللاجنسي. لو في اي حاجه صعبه لحد كده قولوا نعيد. طيب ماشي، ما نسأل هنعرف فاهمين ولا لا. بيقول لي مما سبق يمكن تعريف التكاثر الجنسي بعد الشرح اللي احنا شرحناه ده. لو عايزين نستنتج تعريف للتكاثر الجنسي او التزاوجي هقول له ايه؟ هقول له والله دي عملية حيوية، تمام، يشترك فيها كم فرد يا اولاد؟ يشترك فيها فردين من نفس الايه من نفس النوع، وحطوا تحت من نفس النوع دي 100 خط، لازم يبقوا من نفس النوع، احداهما مذكر والاخر ايه مؤنث، لانتاج افراد جديده. طب الافراد الجديده اللي جايه دي يا مس بيقول لي دي هتجمع في صفاتها الوراثيه بين صفات الفردين الابويين، تمام. يبقى عمليه حيويه يشترك فيها فردين من نفس النوع، احداهما مذكر والاخر مؤنث، لانتاج افراد جديده تجمع في صفاتها الوراثيه بين صفات مين؟ بين صفات الفردين الأبويين. بيقول لي كيفية حدوث التكاثر الجنسي بيحصل ازاي؟ يعني احنا خدنا التكاثر اللاجنسي، خدنا الجراثيم، خدنا البراعم، خدنا منه 5 أنواع، خدنا الخضري. طب يا مس التكاثر الجنسي بيحصل ازاي؟ بيقول لي يعتمد حدوث التكاثر الجنسي على عمليتين أساسيتين، هما ايه؟ رقم واحد تكوين الأمشاج، وممكن ما يكتبليش أمشاج يكتب لي جاميتات، هي يبقى تكوين الأمشاج أو الجاميتات. ورقم باء عملية الإخصاب. تمام، يبقى بتتم على المرحلتين دول، تكوين أمشاج وبعدها تحصل عملية الإخصاب. تعالوا نعرف مع بعض أول عملية اللي هي تكوين الأمشاج. بيقول لي علمنا من الدرس السابق أن الأمشاج تتكون في الكائن الحي، خدناها الأمشاج بتيجي من انقسام إيه؟ انقسام ميوزي الخلايا تناسلية، صح؟ يبقى الأمشاج بتيجي من الانقسام الميوزي لمين؟ للخلايا التناسلية. طب الأمشاج اللي بتيجي دي يا ولاد بتبقى نفس العدد بتاع الخلية الأم ولا النصف؟ اللي فاكر يقول نفس العدد ولا نصف نص العدد؟ نص نصف. نص. برافو، لأنه انقسام إيه؟ ميوزي. طيب تعالوا نعرف زي إيه مثلا. عندنا مثلا خلية الخصية دي احنا خدناها قبل كده، هي خلية الخصية بتبقى 2N لأنها خلية تناسلية فيها العدد كامل. هتنقسم يا مس انقسام ميوزي أول، هتديني كام؟ هتديني خليتين، ادي ان وادي ان. طيب الخليتين هينقسموا انقسام ميوزي ثاني، كل خلية برضو هتديني ايه؟ هتديني 2، فنتجت في الاخر عملية تكوين امشاج مذكرة، فادتني ايه؟ حيوانات منوية. طيب لو شال خلية خصية دي وكتب خلية مبيض، كانت هتبقى هي نفس الخطوات، بس في الاخر كان هيديني ايه بدل حيوانات منوية؟ ها؟ كان هيديني ايه؟ بعدين بويضة. بويضة، 4 بويضات، برافو، كان هيديني بويضة. ايه يا يوسف محدش سمع صوتك من اول الحصة يا يوسف؟ يا استاذ يوسف. مم. ايوه يا مس. ايه يا يوسف محدش سمع صوتك من اول الحصة كده، عايزين مشاركة كده.
فوق. حاضر. حاضر بس. ماشي. طيب، قلنا طبعا الأمشاج بتبقى نوعين، إحداهما مذكر والآخر إيه، والآخر مؤنث. تمام. دي عملية تكوين الأمشاج بتيجي من انقسام خلية تناسلية، سواء الأمشاج دي مذكرة أو مؤنثة، فهي بتيجي من انقسام خلايا تناسلية، انقسام إيه؟ انقسام ميوزي، وبتحتوي على نصف العدد بتاع الخلية الأم. دي كده تكوين الأمشاج. طيب، عملية الإخصاب بقى بتحصل إزاي؟ بيقول لي والله مش إحنا كونا خلاص الأمشاج، بقى عندي مشيج مذكر وعندي مشيج مؤنث، جبناهم من فوق خلاص من عملية التكوين. طب هناخد المشيج المذكر ده اللي فيه ان، وهنعمل له عملية اندماج مع المشيج المؤنث اللي هو برضو ايه، ان. يعني لو افترضنا مثلا انه الانسان، فهنيجي نجيب المشيج المذكر اللي هو مين، الحيوان المنوي، زائد المشيج المؤنث اللي هو مين، البويضة. الحيوان المنوي ده هيخصب البويضة، هيعمل لها عملية إخصاب. هينتج عنها إيه يا ولاد؟ الزيجوت. الزيجوت ده اللي هو الجنين. تمام. واتفقنا إن الجنين يبقى إن زائد إن، يعني هيبقى فيه العدد إيه؟ هيبقى فيه العدد كامل، خد إن زائد إن فاداني 2 إن. تمام. يبقى عملية الإخصاب يا أحمد اندماج مشيج مذكر مع مشيج مؤنث لتكوين الزيجوت اللي هو مين، الجنين. والزيجوت ده فيه العدد ايه، العدد كامل. طيب، يبقى ايه هي عملية الإخصاب؟ اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث لتكوين الزيجوت. طب ايه هو الزيجوت اصلا؟ بيقول لي الزيجوت ده دي الخلية الناتجة من عملية الإخصاب، وبتحتوي على ايه، على العدد الكامل من كروموسومات النوع. فيها العدد كامل، خدت ان من الام وان من الاب فادانا الزيجوت. بيقول لي يعطي الزيجوت عند نموه بالانفصام الميتوزي فردا جديدا، يجمع في صفاته الوراثية بين الصفات الوراثية للفردين الأبويين. يعني خلاص هو بقى زيجوت اهو. طالما بقى زيجوت يعني خلية زيجوت هتبتدي تنمو عشان تكون كائن، صح؟ طيب، هو احنا اتفقنا الجسم بيكبر ازاي، جسمنا بيكبر ازاي، يعني الخلية الصغيرة دي ازاي كبرت وبقت جسم كامل لكائن حي جديد هيتولد؟ عن طريق انقسام ميتوزي، لان احنا اتفقنا ان الانقسام الميتوزي هو المسؤول عن ايه، عن نمو الجسم. تمام. يبقى لما اجي اسالك يا يوسف، الزيجوت بيجي منين، اندماج ايه مع يا ايه؟ مس. نعم. مس، نعم. انا عندي الزوم خرج ولسه داخل دلوقتي. والله ولا اصل انا مش النت ضابط. قطع من عندنا ولا عند حضرتك؟ بتقول ايه؟ العيب من عندنا ولا عند حضرتك بس؟ لا، انا الزوم شغال عادي. انا ما اعرفش انت خرجت اصلا انا ولا دخلت. الزوم طلعني اللي خرج لسه داخل دلوقتي. ماشي يا يوسف. طب يا يوسف، احنا قلنا المشيج المذكر مع المشيج المؤنث بيدينا زيجوت، صح؟ كنت حاضر الجزئية دي؟ ايوه. تمام. وقلنا ايه هي عملية الاخصاب، اندماج مشيج مذكر مع مؤنث لتكوين زيجوت. وخدنا ايه هو الزيجوت، خلية ناتجة من عملية الإخصاب فيها العدد كامل. طيب، الخلية الصغيرة دي اللي نتجت ازاي يا مس هتنمو وتبقى جنين؟ هتبقى جنين ازاي؟ عن طريق الانقسام الميتوزي. الميتوزي ده مسؤول عن نمو الجسم، فالخلية الصغيرة دي كبرت لحد ما بقت ايه، كائن حي جديد. طب يا يوسف، انا لو جيت اسألك الزيجوت اتكون ازاي، عن طريق اندماج مين مع مين؟ الزيجوت دي اندماج منين؟ نسيج مذكر. المشيج المذكر مع المشيج المؤنث كونوا زيجوت. طيب، الزيجوت ده علشان يكبر ويكون كائن حي، الخلية دي هتنقسم انقسام ايه؟ الميتوزي. ميتوزي. برافو عليك. تمام. الله، نكمل. طيب، ودي صورة كده توضيحية بتبين كل اللي احنا شرحناه اهو. انقسام ميوزي لخلية خصية رجل فدانا حيوان منوي في نصف العدد اللي هم 23 من ال46، هو الحيوان المنوي فيه 23. وانقسام ميوزي لخلية مبيض أنثى فدانا بويضة فيها برضو 23. فهيندمج الحيوان المنوي مع البويضة في عملية
اسمها عملية الايه الإخصاب. هتدينا دي الجزء ده اسمه ايه؟ خلية أو خلية زيجوت. خلية الزيجوت زي ما يوسف قال هيحصل لها انقسام ايه؟ ميتوزي. طب انقسام واحد يا مس؟ لا، هي بعد ما تنقسم ميتوزيا مرة هتنقسم انقسامات كتير قوي، انقسامات متكررة. تمام. بعد كده هتنمو وتدينا ايه؟ كائن حي جديد 2N. تمام يا ولاد؟ لو في حاجة صعبة قولوا. طيب، عندي هنا علل بيقول لي علل ثبات عدد الكروموسومات في أفراد النوع الواحد التي تتكاثر جنسيا. يعني أنا دلوقتي عندي فردين ذكر وأنثى، الفرد الذكر 2N والأنثى 2N، والمس قالت لنا إن وقت الإخصاب بيبقى حيوان منوي إن وبويضة إن. طب يا بس اشمعنى كل الأطفال اللي بتتولد بيبقى عددها كامل بتبقى 2N، يبقى جسمها فيه العدد كامل ليه؟ او بيقول لي يظل عدد الكروموسومات ثابت في افراد النوع الواحد بعد حدوث عملية الاخصاب ليه؟ هقول له لاندماج المشيج المذكر مع الايه المشيج المؤنث، وان كل واحد منهم من المذكر والمؤنث في نصف العدد، يعني ده ان وده ان، فلما اجمعهم على بعض هيديني 2N. يبقى الاندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث واللذان يحتوي كل منهما على كام؟ على نصف عدد الكروموسومات، فيتكون الزيجوت الذي يحمل العدد كامل. ان زائد ان هيدينا ايه؟ 2N. طيب عندي هنا مقارنة كده بسيطة بيراجع لي فيها بقى اللي احنا خدناه الحصة اللي فاتت باللي احنا خدناه النهاردة. يا احمد، يا احمد، حضرتك يا مس. التكاثر حضرتك اللاجنسي يا احمد بتاع الحصه اللي فاتت خدنا مكان حدوثه فين؟ جميع كانت الحية اللي هي بتبقى وحيدة الخلية، او والنباتات والحيوانات عالية الخلايا. يعني هو المعظم او الاغلب بتاعه بتبقى الكائنات وحيده الخليه، انما في نسبه تمام. صغيره منه فيها بعض النباتات والحيوانات. تمام. انما احنا لسه قايلين حالا يا احمد التكاثر الجنسي بيحصل فين؟ كانت حيرقية. الكائنات الحيه نسب. الراقيه اللي هي عديده الخلايا. تمام. طيب تمام. احنا قلنا التكاثر اللاجنسي عدد افراده كان كام؟ واحد بس يا مس. فرد أبوي واحد، برافو. إنما الجنسي بيبقوا كام فرد؟ ذكر واحد أنثى، واحدة أنثى. فردين أبويين، برافو. يا مصطفى، بس فاكر يا مصطفى المرة اللي فاتت في التكاثر اللاجنسي زي مثلا نجم البحر أو الأميبا، كل الحاجات دي لما كانت بتنقسم وبتدينا كائن جديد كان ماله الكائن الجديد بيبقى شكل مين؟ مطابق للصفات الوراثية للأب. للفرد الأبوي الواحد اللي هو حصل له انقسام، برافو. إنما أيوة. دلوقتي في التكاثر الجنسي اللي احنا خدناه الفرد الناتج أو الطفل الناتج ده بيبقى صفاته شبه مين؟ فرد الأب زي الأب والأم. للأب والأم، يبقى تجمع بين صفات الفردين الأبويين. تمام. قلنا التكاثر اللاجنسي انقسام ايه يا مصطفى؟ الجنس ميتوزي إنما الجنسي بتاع والجنس النهاردة ميوزي. ميوزي، برافو. يا يوسف، ايوه يا مس. يوسف، التكاثر اللاجنسي يا يوسف بتاع المرة اللي فاتت هل كان لازم الأعضاء والأجهزة تبقى مكتملة أو تبقى ناضجة؟ لا. لا، برافو. شرط حدوث التكاثر اللاجنسي، لا إيه؟ لا تتطلب وجود أجهزة أو أو تراكيب تركيب متخصصة، متخصصة في كائن الحي. برافو. على عكس مين بقى التكاثر الإيه؟ الجنس ماله بقى التكاثر الجنسي يتطلب يتطلب إيه؟ أجهزة وأعضاء تناسلية متخصصة. يتطلب أجهزة وأعضاء إيه تناسلية متخصصة. تمام. طيب احنا كده الدرس بتاعنا خلص. في اي حاجة صعبة في الدرس بتاع النهاردة؟ لا لسه. جزئية بسيطة لسه. الحمد لله ومفهومة يعني. أيوة بس. في اي حاجة محتاجين نراجع عليها قبل ما نحل اسئلة؟ لا لا. كله. طيب ماشي تمام. طيب
يلا طيب نبدأ في حل أسئلة. طيب، ده أنا كنت هقول لكم اقفلوا ونفتح. يعني نعم. وقفنا عند صفحة 249. ماشي هنشوف حاضر. أنا كنت هقول لكم نقفل ونفتح تاني عشان الزوم ما يقفلش علينا واحنا بنحل، بس يعني تمام مش مشكلة. لما يقفل نبقى 249. اه بس نقفل ونحل عشان يبقى في الفترة الأولى اللي هي بتاعت الشرح والتانية تبقى بتاعت الأسئلة. ما عنديش مشكلة ماشي، أنا قلت بس عشان ما يقفلش واحنا في قلب الحل يعني ويقفل، فاقفله طيب وادخلوا تاني من نفس اللينك. ماشي نحل ماشي. أسئلة.